عند بنية اعطيتها لابن اخوي، انا العرف بي الولد، ولد خوش ولد، ولد صايم مصلي. طبعا هي رفضت هذا الشيء، وحد الان رافضه. شنو اللي اسوي؟ استمر بالضغط عليها الى ان تقبل؟ رسالتي للأخ: لا تضغط على بنتك على شيء اللي ما تريده أصلا أصلا أصلا. وتجرب، شايف هاي اللحية، هذه الشيبة، والله العظيم هذه الشيبة مرت عليها مئات الحوادث والقصص. لا تفرض على بنتك شيء اللي هي ما تريده. سيدنا مو طفلة ايش تتزوجها؟ طفلة ايش تتزوجها؟ يا سيدنا ما تفتهم، فهمها. ان شاء الله ما تفتهم. فأقول لا تفرض، لأنه أنت في الواقع جاي تجعل حياتها جحيم من الآن. ما تريده بابا، ما تريده. ونفس الوقت إذا أنت فرضت عليها هذا الأمر وتزوجت، يعني قبلت قالت نعم خوفا من لكماتك، خوفا من ضرباتك، قالت نعم، فإن زواجها باطل. ليش زواج باطل؟ لأن أنت 50% حقك و50% حق البنت. أنت تقول أريد وما أريد. فأرجوك لا تقصر بنتك على هذا الأمر. خليها على رسلها. بابا تبدي لما تقول إيش بابا؟ ما يعجبني، خلص يابا روح شوفوا لك واحدة ثانية. ابن أخوك صائم مصلي على راسي، ولكن الزواج فيه مودة ومحبة واشتياق وانجذاب.